السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمواصفة التمر المجدول المطلوبة للتصدير، بيهتموا طبعا بفكرة، يعني يمكن أكتر حاجة فكرة إنه التمرة بريميوم أو ديلايت أو رطب. الأماكن اللي بتزرع فيها أو المناخ بيتحكم في جزء كبير من جودة التمر خاصة المجدول يعني. علشان كده ما نقدرش مثلا نزرع المجدول في وجه بحري عندنا في مصر. ده بيطلع بلحة رطب الحقيقة. عشان يمكن حتى ما تتمرش قوي، عشان تتمر لازم بقى نحطها في مناشر علشان تتمر وعلشان نسبة الرطوبة فيها تقل. المفروض نسبة الرطوبة تبقى فيها تقريبا في حدود 20-22%. فنقدر نزرع المجدول في مصر من أول الخط العرض اللي بيمر فيه المنيا والواحات البحرية وحتى جنوب مصر. طيب اللون يا دكتور وسام بيحدده المناخ. الحقيقة اللي بيحدد اللون اللي هو يبقى فاتح أو غامق عوامل كتير، منها مثلا على سبيل المثال ملوحة مياه الري. والحقيقة إنه المياه العذبة قوي بتكون اللي هي ملوحتها بقى 200 و250 جزء، بتكون سبب في إن اللون يكون فاتح وغير مرغوب تصديريا. يعني لو حضرتك عندك مثلا بيرين في الارض، بير ملوحته 2000 جزء في المليون او 1800 جزء في المليون، وبير تاني 300 400 جزء في المليون، حضرتك اروي المجدول بالماء اللي ملوحته من 1500 ل 2000 وما ترويهوش بالميه العذبه جدا. تاني حاجه التربه اللي فيها نسبه طفله بسيطه او نسبة طفلة أكتر من الرمل بتؤدي إلى اللون الأغمق للتمر المجدول. تالت حاجة ممكن برضو كمية السباخ البلدي أو الكمبوست. يعني أنا من مدرسة السباخ البلدي، سواء مكمور أو حتى غير مكمور، ونقدر ننظف الجوار مفيش مشكلة. يعني قصة الحشائش في النخيل الحقيقة ما بتمثلناش أي مشكلة، طالما في عامل بينظف وفي مهندس بيبص وراه وفي صاحب ارض بيراجع ورا الاثنين، يخلي الجوار دايما نظيفه. ففكره ان انا انزل خدمه سباخ حتى مش مكمور ويطلع في الجوره حشائش وتتنظف اول باول، دي ما بيبقاش فيها مشكله الحقيقه. الملاحظ انه النخيل المجدول اللي بيشتغل او اللي بينزل له كميات اكبر من السباخ بيكون التمر بتاعه لونه اغمق. التسميد بالبوتاسيوم من بدري، يعني ما تجيش حضرتك بعد ما البلح هتلون وتقول لي هنزل بوتاسيوم للنخل. لا، الحقيقه تسميد البوتاسيوم المفروض يبدا من بدري، من بعد العقد كده في شهر 4 مثلا، في شهر 5 بالكتير، وقبل التلوين نكون بدانا نسمد بالبوتاسيوم. يعني دي الحاجات اللي انا فاكرها دلوقتي. ممكن كمان التسميد بجرعه تانية من التسميد العضوي في شهر 7 أو 8 بيحسن جدا من فكرة انه النخل البلح كله يبقى يتمر في وقت قريب لبعضه، ما نقعدش شهر شهر ونص نجمع فيه، وممكن نوصل لاخر الموسم ولسه في تمر في مرحله البذر او مرحله الفريش، يعني ما قلبش تمر. فجرعه من التسميد العضوي في شهر 7 أو 8 بتساعد الحاجات دي كويس جدا. وممكن كمان في الجرعة دي يكون زبل حمام أو سبلة فراخ، طبعا بكميات أقل حاجة كده، يعني رشة زي ما بيقولوا على وش الجورة. الحقيقة ده بيساعد جدا في فكرة إنه البلحة تكون لونها أغمق من الطبيعي. ممكن كمان الناس اللي في جنوب مصر ومناطق صحراوية جدا زي توشكا مثلا، زي العوينات، وممكن من جنوب الدخلة كده ولغاية ما حضرتك توصل توشكا والعوينات، بيكون عندهم نسبة المطوع أو التمر المطوع في المجدول بتبقى النسبة عالية. العوامل اللي أنا قلتها زائد زيادة الرطوبة شوية. أنا أزرع في الجورة عشان أعلي الرطوبة، أزرع بين النخل عشان أعلي الرطوبة، أقلل المسافات بين النخيل. ممكن أزرع المجدول في توشكا مثلا على 6 في 6 أو على 6 في 7 أو 7 في 7، بلاش 8 في 8 و9 في 9. كل ما اتجهنا جنوبا يعني بنقلل المسافات شوية.
ده بيزود نسبة الرطوبة. في ناس كمان بتعمل رشاشات مست بين النخيل، بحيث برضو تعلي من نسبة الرطوبة، وبالتالي تقلل من نسبة الطوع عندها. في الحقيقة مزارع كان نسبة الطوع عندها 40 و50%، ببعض بالمعاملات دي وصلت تقريبا ل 10 أو 12%، مش أكتر. طيب إيه أفضل منطقة في مصر لزراعة المجدول؟ أفضل منطقة في مصر لزراعة المجدول هي المنطقة اللي حضرتك هتزرع فيها من أول الواحات البحرية وحتى أقصى جنوب مصر، بشرط حضرتك تعامل معاملات مناسبة لتربة حضرتك ولمياه الري بتاعت حضرتك. هتطلع إن شاء الله بلحة كويسة. كان حد بس سأل بالاسم على منطقة طور سيناء، ازاي ان احنا هناك يعتبر مش جنوبا ولا حاجة، لكن يمكن افضل مواصفة للتمر المجدول المطلوبة للتصدير من حيث اللون ونسبة البريميوم في التمر يعني. الحقيقة منطقة الطور فيها مناطق منخفضة عن سطح البحر، التربة هناك خليط، المية مالحة 3000 و4000 جزء في المليون. مستواها في معظم المزارع أقل من مستوى سطح البحر، وبالتالي فهي زي إنتاجها تقريبا قريب جدا من إنتاج الأغوار أو منطقة الأغوار في الأردن وفي فلسطين المحتلة. وبالتالي يعني إنتاجهم هايل بمعاملات أقل يعني معاملات بسيطة خالص، بيطلع نسبة بريميوم محترمة جدا، بيطلع لون غامق مطلوب جدا. نقدر نقول ان هو يمكن رقم واحد في مصر بأقل المعاملات. باقي المناطق واجب على حضرتك تستشير حد خبير في منطقتك او خبير في المجدول، زرع مجدول من 10 سنين، زرع مجدول من 15 سنة، وجرب حاجه واثنين وثلاثه ووصل انه المنطقه الفلانيه المعاملات وفي التربه الكذا. ممكن يكون حضرتك تربتك رمليه، تربتك خليط، تربتك طفليه، يكون عارف ايه المعاملات المناسبه لتربه للتربه ومياه الري عند حضرتك. وكمان بالنسبه للمناخ، في مناطق زي ما قلنا نوسع المسافات شويه، نزرع 8 في 8، مناطق نخليها 7 في 7، وصلنا لغايه بقى يعني توشكا وكده ممكن نزرع 6 في 6 او 6 في 7. ارجو ان المعلومه تكون مفيده ان شاء الله على خير، وربنا يوفق الجميع. شكرا.